السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد. بصوا بقى الرغيف وشكله عامل ازاي. ما شاء الله، شايفين طري جدا وتسويته حلوة جدا يا جماعة. عايزة اقول لكم بس ان التسوية في الألمونيا احلى تسوية هتاخديها بجد، في التسوية في الألمونيا هتخلص الرغيف بسرعة. تمام، وهيطلع احلى نتيجة، مش محروق ولا حاجة. الرغيف هتلاقيه اصفر من فوق ومن تحت كده، ولونه رايق من فوق ومن تحت. تمام. بصوا العيش بتاع النهارده تحفة من الجمال. هوريكم الرغيف كده. بصوا طالع طري وجميل ازاي. بصوا ما شاء الله، مسافة ما بقطعه كده بيتقطع معايا بسرعة وطري جدا. كام تريكة كده انا عملتهم في الفيديو بتاع النهاردة. عايزاكم تشوفوا الفيديو للاخر عشان تحكموا بنفسكم وتشوفوا الجمال ده كله. بس انا ما كنتش قادرة اقطعه بصراحة عشان كان سخن جدا، ما قدرتش اتحكم فيه. يلا بينا نخش على المقادير وطريقة التحضير. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة هعملها هنخل الدقيق كويس جدا، ويا ريت كمان لو نخلتيه مرة واتنين يبقى احسن. كده تمام. هاخد بس حوالي 4-5 معالق كده بالدقيق. تمام. واحط معلقة كبيرة من الخميرة ومعلقتين من السكر وذرة ملح. واهم حاجة يا جماعة ان انا لما باجي بعجن الدقيق، العجينة بعجنها بمية دافية. شايفين انا جايبة مية دافية اهو من الغلاية، ده اللي بيساعد العجينة تخمر بسرعة. وكمان ان ما بخمرهوش، ما بسيبهاش تخمر، انا بقطع العجينة بتاعتي على طول واشتغل بيها. دي الميزة النهاردة في العيش بتاع النهاردة الحواوشي. زي ما انتوا شايفين كده. بصوا العجينة بعملها ايه، خفيفة شوية، ما بعملهاش سمكها تقيل، لا بخلي العجينة تبقى خفيفة في ايديا. بصوا كده، حطيت هنا معلقة من الدقيق. تمام. وهعجنها كده زي ما انتوا شايفين. بصوا ملزقة في ايدي ازاي. هسيبها تريح 5 دقايق بس. وحطيت هنا معلقتين 3 زيت كده، وهلم العجينة بيهم بس. شايفين العجينة اتلمت معايا، ما خدتش 5 دقايق. لما عجنت العجينة وريحتها بقت كويسة جدا. كده خلاص. بعد ما خلصت العجينة برش شوية دقيق عليها من فوق زي ما انتوا شايفين كده، وببتدي ان انا اقطعها على طول. بس لما بقطعها كده بقطعها كلها قطع متساوية. وهنا كده هشتغل فيها على طول زي ما انتوا شايفين كده. هرش دقيق بس الاول على مفرش الخبز. تمام. وهاخد قطعة من العجين هحطها كده، وهرشها برضو من فوقيها بالدقيق زي ما انتوا شايفين كده. تمام. هفردها كده بالنشابة، بس مش عايزة اخلي السمك بتاعها كبير قوي، بخلي السمك بتاعها زي الرغيف اللي احنا بنشتريه من بره بالظبط، زي ما بنشوفه في الفرن. وكده هحط هنا اللحمة، لحمة او سجق او اي حاجة عايزة تحطيها. عايزة تحطي جبن برضو هتنفع في الحشوة دي وفي في الرغيف ده يا جماعة. حطي بقى فلفل الوان، زيتون، فلفل اخضر، زي ما انت عايزة الحشوة دي على ذوقك انت. تمام. بصوا الميزة هنا بقى ان انا قفلتها كده وعملتها بالشوكة كده بسرعة، ما خدتش معايا وقت خالص، وفي الاخر بتديني النتيجة حلوة وشكل حلو. اللحمة يا جماعة انا عملتها الخلطة طبعا احنا عارفينها كلنا وعملناها مع بعض كذا مرة. بصل على بصل واللحمة. تمام. وشوية توابل زي ما انت عايزة. انا عملت بصل واللحمة وشوية توابل. تمام. ملح وفلفل وشوية بهارات مشكلة. بس كده خلاص. تمام. شايفين اللحمة كمان لونها حلو، كان طعمها جميل جدا. ويا ريت كمان لو عندك شوية دهن ضيفي عليها شوية دهن، لو ضاني يبقى جميل قوي. شايفين بكل سهولة فردت العجين. عقبال ما عملت الخلطة بتاعت اللحمة كان العجين خمر. ليه؟ لان انا كنت حاملاه بالمية السخنة، عجناه بالمية الدافية. المية الدافية بتنشط الخميرة بسرعة، بس اهم حاجة المية ما تكونش بتغلي. لو المية كانت بتغلي معاكي هتفقد الخميرة خمرها ومش هيقب معاكي خالص. تمام. لكن اهم حاجة المية تبقى دافية زي دمعة العين كده. وكده هعمل معاكم واحدة تانية. بصوا كده بفردها بالنشابة وما بخليش، بس اهم حاجة السمك بتاعها كبير قوي. وكده هنا بعد ما خلصت جزء من الفطاير بتاعتي يا جماعة النهاردة، العيش باللحمة. تمام. بصوا حطيته في الصينية هنا ودهنت الصينية بالزيت. تمام. بس اهم حاجة قبل ما ادخلهم الفرن
بدهن وشهم بالميه. ودي الفكره برضو بتاعت النهارده. مرات اخويا قالت لي الجزار بيدهن وشه بالميه، بيدهن وش الحواوشي بالميه، ده سر اللون اللامع اللي انتوا بتشوفوه بره عند الجزار. وكده بعد ما طلع من الفرن بدهن وشه برضو، بنسم وشه كده بالميه. تمام. الميه بتخلي الوش يطرى يا جماعه، وبتدي لمعه حلوه قوي من فوق زي ما انتوا شايفين كده. بصوا ما شاء الله، ما خدش 5 دقايق في الفرن. حطيته من تحت الاول وبعد كده فتحت عليه الشوايه. بصوا الكميه كلها ما شاء الله طلعتها من الفرن، وبدهنها كده زي ما اتفقنا وشها بالميه. وبعد ما بدهن وشهم بالميه يا جماعه كده وانستمهم، والفرشه بيبقى فيها زيت من لما كنت بدهن الصاج. تمام. يعني لو عايزه تحطي شويه ميه على زيت بيبقى احسن، بتخلي الوش كده يبقى لامع وحلو. تمام زي ما احنا شايفين كده ما شاء الله. فطاير النهارده كل ده ما خدش يعني نص ساعه. تمام. طالما الفرن بتاعتك شغاله وحاميه تمام وبتفردي وتشتغلي بسرعه مفيش مشكله. بغطيهم كده بالفوطه. تمام. بصوا العيش طلع معايا طري وجميل ازاي ما شاء الله. ولا خمرنا بقى العيش ولا سيبناه يخمر ساعات ولا اي حاجه. عقبال ما بخلص الخلطه بتاعتي اللي انا هحشي بيها العجينه بتاعتي بتبقى بس ريحت. بصوا الجمال والحلاوه ما شاء الله، كان تحفه من الجمال. اتمنى ان انتوا تجربوه. ولو وصلتوا لحد هنا في الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر جرس التنبيه عشان يوصلكم كل جديد انا بعمله. بصوا هقطع لكم رغيف النهارده دلوقتي بس كان سخن ومولع بصراحه، لسه طالع من الفرن. بصوا ده كان كله خضار وكنت عاملاه بالسجق، ما قدرتش امسكه بصراحه. تمام. والجمهور طبعا عارفين ورا الكاميرا ما كانش مستحمل يا جماعه ان هو خلاص بقى عايزين ياكلوا. بألف هنا وشفا وان شاء الله تجربوه يعجبكم وينول اعجابكم. بصوا بقى بصراحه يعني شكله شرف. لو انت عندك عزومه ولا اي حد طب عليكي بسرعه ممكن تعمليه في ثواني، مش هياخد معاكي وقت خالص. والسلام عليكم بفيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله.